أنا كنحبكم بزاف. وانا وسط السودانيين اليوم غنسولهم شنو هي الحاجه المشتركه بين السودانيين والمغاربه. نانسي مرحبا بك، شنو الحاجه اللي كتحسيها مشتركه بين السودان والمغرب؟ أعتقد حسب خبرتي إنه تفاصيل العرس بيناتنا فيها تفاصيل كثيرة مشتركة. والحاجة الثانية الثوب السوداني، عندنا إحنا اسمه توب، أنتوا عندكم اسمه ملفحة. الملحفة الصحراوية. تعالي تعالي تعالي. شنو الحاجة اللي كتشوفيها مشتركة بين المغرب والسودان؟ الحاجة اللي بتجمعنا بيننا وبين المغرب عاداتنا وتقاليدنا، تراثنا، اللبس الصحراوي من عندكم ومن عندنا. أعطيني شغلة مشتركة بين المغرب والسودان. سماحتهم يا أخي، سماحتهم، ديل سمحين وديل سمحين، دي حاجة بتشبهنا شديد. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. بالصحة والراحة. بالراحة. أهلا بالمغرب. بارك الله فيك. أعطيني حاجة مشتركة كتحسها بين الشعب المغربي والشعب السوداني. طب معلومة، أول حاجة عندنا نحن جزء كبير من السودانيين أصلا أصولهم مغاربة، هاجروا من المغرب ومستقرين كانوا في السودان. في عادات جدا مشتركة خاصة في الأفراح وفي الزواجات. وباش تعرفوا أكثر على الثقافة السودانية خلونا نشوفكم في مهرجان السودان نهار 23 مايو في القاعات الجنوبية مركز دبي للمعارض. سجلوا الآن.